عندك عيش بايت زي ده، شكله كده مش عاطفي، شكله كده مبهدل بالمنظر ده، او عيش بايت، خلاص هتحطيه على النار وتسيبيه هتلاقيه نشف، او تسيبيه في الجو كده هتلاقيه نشف. هنعمله بقسماط بالمنظر ده. هعمل كل الرغيفين كده، او اعملي كمان 3. احنا عايزين كوباية مليانة، كوباية مليانة بقسماط، لان انا هعمل العيش ده اكنه بقسماط. ونشوف هنعمل ايه. هنا سردينة اهي بالمنظر ده، الكبيرة دي سردينة، والتانية دي الصغيرة برضو سردينة يا جماعة. هجيب البسارية دي البسارية بقى اللي احنا هنعمل بيها الأكلة. البسارية يا جماعة تبقى شكل السردينة بالظبط، بس بعد الراس اللي في أول الراس دي بتلمع كده ومفيش فيها جلد، لا اللحم باين شوية، هي دي اسمها كده بسارية. والبسارية بتلاقيها صغيرة ما بتكبرش، مش زي السردينة. السردينة بتبقى أحجام، لكن البسارية لا، دايما بتبقى في السوق صغيرة ورخيصة كده، ما بتبقاش غالية زي السردينة. تمام. هنجيب البسارية بالمنظر ده، انا هطلع منها الراس، والقلب هيطلع مع الشوكة اللي بتبقى في النص دي، الحبل الشوكي اللي بيبقى في النص ده هنطلعه. هنعمل الكمية كلها بالمنظر ده لما نخليها لحم بالمنظر ده، وهغسله وانضفه بالمنظر ده. هنعملها ازاي؟ هكرر برضو اعملها تاني عشان تعرفي انت بتعملها ازاي. انت بتمسكي الراس من فوق وبتشديها، وبتشدي الحبل الشوكي كده بتشديه، اللحم بيطلع بالمنظر ده. او لو ما انتش عارفه تعملي الحركه دي مره واحده، ممكن تعمليها على مرتين. تشدي اللحم اللي هو اللي في الاول، الحته اللي في الاول، وبعد كده تشدي التاني. هنشوفها تاني مع بعض اهيت. اخر واحده هعملها اهي، شديت اللحم اللي في الاول اهو، وبعد كده هتشدي اللحم اللي في التاني، وبعد كده الشوكة دي هتطلع لوحدها. طب افرضي لقيتها لازقة وماسكة قوي واللحم مش راضي يطلع زي ما انا طلعته بمنتهى السهولة كده، حطيها في التلاجة شوية، حطها في التلاجة شوية، هتطلع معاكي بسرعة جدا. واعملي كل الكمية بالمنظر ده، بجد هتعجبك قوي وطعمها حلو قوي. تابعيني بذكر الله عشان نعرف احنا عملنا ايه وعملناها ازاي. هنجيب بقى بطاطس، هنغسله ونسلقه ماشي، وهو سخن قشريه. لكن لو هو برد هوريكي بعد ما برد بيعمل ازاي، او بيبقى صعب في تقشيره. لا قشريه وهو سخن، شوفي بتطلع كده البطاطسايه في القشر. لكن لما يكون سخن بيتقشر بسرعه، والقشريه بتطلع لوحدها من غير بطاطس فيها. تمام. هنقشر كل كمية البطاطس، هاتي بطاطساية كبيرة أو بطاطستين صغيرين اسلقوهم في مية وملح. هنحط خلطة الكفتة بتاعت مايوي، ده خلطة كفتة مايوي بتبقى فيها ملح، نسبة ملح، فاحنا مش هنحط ملح كتير، هنحط معلقة ملح كده صغيرة جدا، فيها حبة صغيرين. تمام. وممكن برضو تقلي أول واحدة وتدوقيها، تلاقيتها حلوة خلاص، تلاقيتها ناقصة ملح خلاص حطي شوية ملح صغيرين. هنا بهارات الكفتة الكتير دي، وهنا بصل بودرة، توم بودرة، شوية جنزبيل، شوية باربيكيو مدخن بيخليها طعمها حلو جدا، وشوية كمان فلفل اسود. البصل البودرة يا جماعة هو الاكتر، هو وخلطة الكفتة بتاعت مايوي. تمام. لكن بقية البهارات التانية حطيها زي ما انت عاوزة وكمية صغيرة. انا حطيت هنا لحمة البسارية خلاص، وهتحطي كمان البطاطس اللي احنا قشرناه. كل ده هتحطيه في الكبة لغاية عشان يتطحن. طبعا هنحط معاه كمان البهارات عشان تتخلط حلو فيه وتبقى جميلة قوي. وحط البهارات برضو اللي انت عاوزاها واللي انت تحبيها. والناس اللي بيحبوا الكفتة بالخضرة او بالكزبرة الخضرة حطوا، مفيش اي مشكلة. بس انا عايزة اغير في الطعم واغير في قبل كده كنت عاملة سمك كفتة، لا انا هغير برضو فيه مكونات مختلفة شوية. هحطه كده في الطبق، اطلع من الكبة واحطه في الطبق واقلبه. انا بقلبها شوية عشان لو كان في حاجة ما اتفرمتش كويس تتعمل معانا. جبت الفيجيتار، انا قلت عشان يطعموا شوية، دي معلقتين فيجيتار. هنستخدم برضو العيش اللي احنا طحناه في اول الفيديو ده، هنستخدمه برضو بقسماط عشان يمسك معانا اللحمة بتاعة السمك لانها سايحة جدا، وبرضه عشان يعمل لك كمية حلوة بإذن الله. هنقلب بس البقسماط كده او الفيجيتار احنا لسه محطناش البقسماط اللي هو العيش المطحون. هنقلبه بالمنظر ده الاول.
وده العيش المطحون، ده البقسماط اللي احنا عملناه اللي هو العيش المطحون اللي كان ناشف في اول الفيديو. وهنعجنه مع بعض عجنة حلوة جدا، لازم يتعجن كويس. وهجيب بيضة واحدة بس للتماسك والترابط، وهحطها برضو عليه والف لفة جامدة قوي. ولازم تعجني كتير فيها عشان تتماسك وما تفكش معاكي في الزيت. لو مش عايزة تعملي بزيت هتعملي ايه؟ هتعمليها هتبلي ايدك زيت بسيط جدا، وهتجيبي صينيه وتدهنيها بالزيت وتحطي الكفته دي كمان معاها. بس هتعمليها بالمنظر اللي عملتها كده، لازم تفرغيها عشان تستوى بالمعلقه كده، وتحطي اللحمه وتقومي لحمه السمك وتقومي حطاها في المعلقه وتقومي سحباها وحطاها في الصينيه المدهونه بالزيت وحطي في الفرن. لكن انا مطلوب مني عايزينها في زيت، فانا حطيتها في الطاسه كده وهحمرها في الزيت بالمنظر ده. بجد جميلة قوي بدون مجاملة، بجد كلكم العيلة كلها تعجب بيها وتحبها جدا. مهاش زفرة خالص ولا ريحة زفرة خالص في السمك، لا بالعكس، دي ريحتها وطعمها جميل قوي. اولادك مش بيحبوا السمك بالطريقة دي، اولادك هياكلوها هيحبوا جدا الكفتة بالسمك. ممكن نحمرها صوابع كده، وممكن تحمريها وتعملها مدورة، قرص مدور كده زي بتاعة الطعمية، هتبقى برضو حلو. بأي منظر انت تحبيها تعمليها. طيب بعد ما حمرتها تاكليها كده. ممكن بقى ناكلها بمنظر تاني مع رز، هنعملها بالطماطم بصلصة الطماطم. انا قطعت البصلة كده وحمرتها، وبعد ما اتحمرت حطيت عليها صلصة الطماطم او الطماطم المعصورة، وبعد كده الكفتة اللي انا حمرتها حطيتها في الطماطم، سويتها شويه في الطماطم، وبعد كده حطيتها في الطبق التقديم اهو، وباكلها قدامكم. جميله جدا وطعمها روعه بجد، هتعجبكم جدا. وتكتبوا لي في التعليقات. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.